بس واحد الدقيقة، تخيل معايا السفاح كيدخل دارك في الليل، ما كيشفرش وما كيهرش البيبان، كيدخل غير باش يدريني فيك، كياكل من تلاشك، كيحفظ البلاصة فين كتناس، وفاش كتفيق الصباح كتلقاه مخبي ليك تحت السدال. في البداية ديال الثمانينات ولاية كاليفورنيا الأمريكان كانت عايشة واحد الرعب نفسي مستحيل يتخيلو العقل. الناس ما بقاش كتنعس في الليل، والشوارع كتخوى تماما قبل ما تغرب الشمس. الإحصائيات ديال البوليس في ذاك الوقت أكدت أن البيع ديال السلاح والقفولة تفرقع ب 300 مرة في السيمانة واحدة. المشكلة ما كانش في عدد الضحايا، المشكلة الكبيرة هي أن هذه الجرائم الغامضة حيرت المخابرات والأجهزة الأمنية الكاملة، وحتى واحد ما كان فاهم شكون هذا القاتل المتسلسل اللي داير هذه الروينة كاملة. ويلي ويلي، كيتسمى أخطر سفاح في التاريخ. معكم قناة بلانات وقصص، بلاصة فين كنجبدو الأسرار الكحلة والبلانات الغامضة اللي دازت في هذا العالم. كما ديما بالضبط دير لايك والاشتراك وفعل الجرس وحل ودنك معايا مزيان، حيت واخا تكون سمعتي هاد القصة قبل، طريقة باش غنفكوها اليوم، التفاصيل الكحلة اللي تخبات عليك بوحدها. وكما كنقولوا ديما، ما تصدقش كاع داكشي اللي داير بك. كلشي بدا دقة دقة ببلاغات كتشابه بدات كتوصل للبوليس من الاخر ديال العام 1979. السيناريو كيتعاود كوبي كولي في كاع الجرائم. واحد المجهول كيدخل البيوت في الليل بلا ما يهرس لا قفل لا باب، كيطحن اللي كاين وكيخرج بلا ما يخلي وراه حتى بصمه ولا شعره ولا ريحه ديال الدليل. كيمشي بكل بروده الدم بحال الا عنده السواد ديال الدار الاصليه. ولكن البلان اللي كيطير الفريخ هو ان بعض الضحايا قبل ما يتصفاو ليهم بايام كانوا كيعيطوا للبوليس ويبلغوا على تفاصيل غريبه وغامضه بزاف. الشرجه ملقاهم مفتوحه في الصباح، اغراض ديال الدار تحركات من البلاصه، وكيجيهم واحد الاحساس خانق في الليل اللي شي حد دخل الدار وخرج بلا ما يلمس التريال. البوليس في الاول صحاب ليهم الناس غير كتخيل مع الخوف والوسواس اللي راكب الولايه، خاصه مع اكثر من 500 بلاغ كاذب في سيمانه واحده اللي كتضيع عليهم الجهد بزاف. والفحص الجنائي، تخيل معايا ضابط كيدوز نهار كامل كيفحص الدار على قبل شرجه مفتوح، وفي الاخر كيخرج بزيرو دليل. هاد التناقض رجع هاد المجرم اسطوره او شبح، ولكن الصدمه الكبيره هاد الناس اللي بلغوا على الحركات غريبه كانوا كيتقتلوا بصح وراه البلاغ ديالهم 7 ايام نيشان. ولكن بلاتي، كيفاش هاد خينا كيعرف هاد التفاصيل كامله؟ واش عنده حاسه سادسه؟ لا يا صديقي، بلان كثار من هادشي بزاف. هاد السفاح ما كانش كيختار الضحيه ديالو عشوائيا في نفس الليله، كان كيراقب كيتسنى وكيدخل لدارك يتريني فيها بقبات مفيد ايام، كيحفظ فين كتناس وفاش كتسهر وفين كاينين السواق، كان كيعيش معاك في نفس الدار، كياكل من كلاشكم فاش كتكونوا خدامين برا لا ما تعرفوا. وملي كيجي وقت التنفيذ تما كيسالي المنطق وكيتدرب بالحقيقه. المحققين تصدموا من واحد التفاصيل كتقطع النفس. هاد القتيل ما كانش كيزرب نهائيا، ما كيهربش غيا، كان كيدخل كيتفتش في العائله كامله، ومن بعد كيتصرف بحال الى الدار ديال بواحد، كيبدا يتمشى في الدار كامله، كيشعل التلفازه بل وكيمشي للمطبخ يطيب وياكل كل برودة الدم قدام عينيه. تقرير الطبي الشرعي في واحد من اشهر الجرائم اللي تصدمت في الامريكان، العائله مربعه ديال البشر تصفات في نفس الدار. الاب مات في الصالون مع 8 ديال الليل، ابن صغير مات في كوزينه مع 11 ديال الليل، الام والابن الكبير تصفوا في الصالون مع 12 ونص ديال الليل. كلشي كان مكتف وعينيهم عريانه، يعني كانوا كيموتوا بالدور قدام بعضياتهم. وعلى مدار الساعات كيفاش قدر شخص واحد يثبتهم كاملين؟ وعلاش هاد البرود كامل؟ وزيد عليها هادي، بعض الناجين اللي فلتوا من الموت بعجوبه اكدوا للبوليس بلي المجرم ملي كيلقى شي كاسيت في الدار كيشعل اغاني بالجهد، ما مفهومش جايبها معاه في جيبو غير باش يزيد من الرعب ديال الانتظار. الرعب ما كانش من الموت بيديه، الرعب كان في الاحساس باللي دارك المكان اللي كتلقى فيه الامان ديالك رجع هو الخوف والفخ اللي كيتسناك فيه الشبح. المجتمع في كاليفورنيا بدا كيموت نفسيا. النصائح اللي كانت كدوز في التلفازه الرسميه كتخلع، الا سمعتي شي حاجه في دارك سد عليك الباب بيتك بالصاروت، واخا تسمع العائله ديالك كتآذى في الصالون حاول تكون انت الناجي الوحيد. في هذا الوقت نزل مقال شهير اللي ولا تراند في التاريخ، الا كان هذا القاتل قدر يدخل لهاد البيوت كامله، شكون قال لك باللي وفوقاش دابا تحت دارك في الظلام وكيراقب؟ البوليس كانوا في حاله شلل تام. مع هاد الشهره والتراند بداو المجرمين اخرين كيقلدوا نفس ستايل. الفيلم تحول من مطارد مجرم واحد لمطارد ظاهره كامله. بعض المحققين كبار شكوا باللي المجرم يقدر يكون ضابط مخابرات وسط او عميل روسي سوفيتي مدفوع باش يدمر الامن والاقتصاد ديال الامريكان. البوليس عياو من الدفاع وقرروا يدوزوا للهجوم، لعبوا بخطه ذكيه ولكن خطيره بزاف، يضربوا ليه الغرور ديالو. بداو كيطلقوا اشاعات واخبار كاذبه في الاعلام. واحد من الضحايا شاف وجه القاتل وراه غير راجل اسيوي شاف وعاجز ومريض. ومن بعد البوليس بداو كينشروا تهديدات كاذبه بسميه القاتل باللي غيضرب واحد الحي في الليل، وكيخرج كوميسير الاعلام وكيقول بكل ثقه القاتل ما قدر يدير والو قدام قوه الاجهزه ديالنا. البلان كان هو يخليو القاتل يتعصب ويضرب شي منطقه هما محاصرينها ديجا باش يطيح في الفخ، ولكن القاتل كان هربان عليهم بالذكاء. قبل التحدي
وقرر يضرب الحي اللي بغاو، ولكن بالطريقة ديالو. كيفاش دار ليها؟ صيفط بلاغات كاذبة ل 20 منطقة في نفس الدقيقة. البوليس تشتتو كاملين، وفي النهار 4 ماي 1986 دخل القاتل لواحد الدار، صف السيدة الشابة، ريب الدار وخرج وخلى رسالة كتقول للكوميسير أنا درتها، والبوليس حماق. ومن بعد هاد الجريمة فجأة وبلا حتى إنذار حبس كلشي واختفى الشبح. دازت شهور وسنوات القضية بردات تماما، السفاح غبر ومقلدين حبسوا، القضية طاحت في التقادم ورجعت لمجرد ملف بحل مغبر في الأرشيف. ولكن الخوف قلوب الناس عمرو تطفى. حتى وصلنا للعام 2009، يعني بعد 20 عام ديال الصمت، غتبان واحد الصحفية سميتها ميشيل كانمار. هاد الملف بالنسبة ليها ما كانش مجرد قضية قديمة، كان إدمان وهوس. بدات كتراجع الخرائط، تقابل الناس اللي نجاو وتجمع خيوط البوليس بكاع اجهزتهم عزوا عليها. وفي عام 2013 لاحظت باللي هذا المجرم ما عندوش لقب ثابت في المحاضر البوليسيه، وهذا الشيء ما مخليش الاجهزه الامنيه تخدم وتشارك معلومات مع بعضياتها. فجمعت كاع التحقيقات في كتاب واحد وعطاتو الاسم اللي غيولي مشهور، جولدن ستيت كيلر، اللي هو قاتل الولايات الذهبيه. ولكن هذه القضيه هلكات الصحه ديال ميشيل، وقبل ما توصل للحقيقه كامله، وفي نهار 21 ابريل 2012 اعلنوا عن الوفاه ديالها فجاه. الصدمه كانت قويه، وكل صحاب لها قاتل هو اللي صفاها له. ولكن التشريح الطبي قال باللي الموت كانت طبيعيه بسبب ازمه قلبيه، وضعت اسرار في التراب عاوتاني. واش بالموت الصحفي غتموت القضيه؟ لا صديقي، هنا فين غيوقع السحر ديال التكنولوجيا. راجل ميشيل قرر يفرح روحه، جمع الوراق اللي خلات في الدار، كمل الكتاب ونشره في 2017. الكتاب كان عباره عن خريطه كنز نفسيه فيه ربط الخطير ورسومات تقريبي للملامح ديال القاتل. هادشي جا دقه دقه مع الثوره على الجنايات الادي وتتبع شجره العائله اللي غيقلب الميريكان راسا على عقب. بلاصه ما البوليس يبقاو يقلبوا على البصمه القاتل ديريكت في الارشيف القديم، بداو كيقلبوا على فصيله الدم والجينات ديال الاقارب ديالو في موقع الادي ديال شجره العائله اللي كيديروها الناس في الانترنت. الدائره بدات كتصغر لاول مره من بعد 40 عام، وفجاه خرج الاسم في نهار 24 ابريل 2018 في مدينه ساكرامنتو كاليفورنيا. البوليس حاصروا واحد الدار عاديه بزاف، ساكن فيها راجل شاب عمره 72 عام، عايش وسط جيرانه وولادو. شدوه وتما كانت صدمه اللي زلزلات ميريكان كامل. قاتل الشبح هو جوزيف جيمس. المفاجاه اللي بكات المحققين، هذا الراجل كان بوليسي سابق، الراجل اللي ركع الولايات المتحده كامل وخسر وجههم الارض. كان عنده نجمه وشاره ديال البوليس، وكيعرف مزيان كيفاش كيدار التحقيق وكيفاش كيخدموا الجنائيين. داكشي علاش ما كيخلي لهم حتى دليل. في المحكمه بان بحال شي شارف درويش كيرجف على الكرسي المتحرك، وملي سولوه المحلفين علاش درتي هادشي كامل يا جوزيف، جاوب بكل بروده كيجمد الدم في العروق. اللي جريتو عليا من الخدمه ديال البوليس حيت ما شديتش واحد الشفار صغير، بغيت نوريكم ونوري للحكومه بلي نقدر نرجع العالم كامل كيتراعي، وحتى واحد فيكم ما يقدر يشدني. حكموا عليه بمؤبد لا صراحه بعد ما تثبت عليه 13 جريمه القتل ثابته واكثر من 50 اعتداء كحل، ومات في الحبس عام 2023 وهو في العمر ديالو 82 عام. سبحان الله، يمهل ولا يهمل. كيقولوا باللي المحكمه غتخرج كاع الملفات السريه ديال التحقيق في عام 2028، وتما غنعرفوا الاسرار اكثر وطرق غريبه كان كيدخل بها. ولكن الحقيقه الواضحه هي ان جوزيف ما كانش مخبي في شي غابه كحله ولا مغاره، كان عايش وسط الناس عادي. ولولا الاسرار ديال الصحفيه ميشيل كان غيموت وتدفن معاه الاسرار. هذه كانت بلانات ديالنا اليوم. تفكروا ديما بلي اعلام يقدر يرجع مجرم بطل ولا العكس. قولوا لي في التعليقات لتحت، واش جوزيف كان وحش عبقري يستاهل هاد الضجه، ولا الصحافه هي اللي صنعت منه هاد الاسطوره كامله؟ الى عجبكم البلان كما ديما حطوا الدابه ديال اللايك والشير. معكم قناه بلانات وقت نشوفكم في بلان الجاي.